خوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا لاحظنا بزاف ديال الموت سبحان الله العظيم هاد الايام كثيره، سيرتو في الوسط الفني. ممثلين مغنيين وهذا كيتوفاو، الله يرحمهم مساكن. عاد باش كتخرج ديك الصحافه سبحان الله العظيم، عاد باش كيخرجوا بداو يهزوا الميكروات ويجريو. مات توفى الفنان فلان الفلاني وهذا، شي هز ميكرو كيسول في الجيران، سي كيشوف شوف لحظه المراه ما صابراش، الدراري ما صابرينش. هادي حنا عارفين هادشي كامل راه كيديروه، مثلا كيركبوا تما على ديك الموجه ديال داك الوفاه ديال داك السيد. علاش ما تمشيوش تهزوا داك الميكروات تمشيو عندهم اللي كان باقي في الحياه هو. كاين الفنانين اللي توفوا مساكن ما عندهمش حتى باش يداواو، وكاينين اللي ما خدامينش، كاين اللي كبروا في السن، كاينين اللي مابقاوش كيعيطوا لهم باش يمثلوا ولا باش يغنيو. هذيك الوقيته اللي كان خاصهم تمشي دير عليهم، دير معاهم استجواب، ويشوفوهم منتجين، ويشوفوهم مثلا سلط عليهم الاضواء كيف كنقولوا، باش اللي بغى يعاونهم يعاونهم. هادشي راه ماشي مع الفنان، راه حتى في المجتمع ديالنا. مثلا كتلقى واحد الدري باغي يدير شي حاجه، ولا باغي يدير شي مشروع ولا شي حاجه، وما كيوقفوش معاه، مثلا عائلته ولا دارهم ما يوقفوش معاه، وعطيو ديما الطاقه السلبيه ويهرسوه وهذا وانتيا وهذا وطن من هنا، حتى كيتوفى ويمشيو يجيبوا طريطور كاع هما مثلا العشاء ديالو. ولا فاش كان في الحياه كنتو كتهرسوا فيه، كيموت عاد كيبانوا الفلوس. راه المشكل ماشي هنا، المشكل هو في العقليه ديالنا سبحان الله العظيم. حتى كلشي تبدل، الموت ولا حتى هي كيجيبوا لها التريتور كاع، وكيت اللي جات فيه كيف كنقولوا. انت راه غتموت، دي غتمشي يدفنوك في القبر، وغادي يرجعوا الاخرين يضربوا عليك في البرار ديالها تايو، تعشاو وما تخرجوا تما وينساوك. غتبقى المهم مسكينه محروقه عليك، ما كلشي غادي يقلب على ضحك ديك الساعات.